مساء الخير عليكم. أنا كنت عايز أتكلم في نقطتين مهمين. أول نقطة اللي هي موضوع قضايا الخلع. لما بدأ يتنفذ قانون الخلع في مصر في 2003 2002 حاجة زي كده، ما كانش الموضوع لسه كان جديد، وما كانش الناس عارفة إيه موضوع الخلع. موضوع الخلع دون استشهدوا بيه في واقعة واحدة بس، واقعة واحدة ولم تتكرر، وهي كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جات له سيدة وقالت له: يا رسول الله إني لا أطيق زوجي، يعني شكله مش عاجبني، ما بحبوش. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليها وقال لها: أتردين له حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال لك: ابعته هات جوزها. جه جوزها قال له: خذ منها حديقتك وطلقها تطليقا. وهذه الواقعة اللي استشهدوا بها في قضايا الخلع أو في قضية الخلع، وهي لم تتكرر حتى بعد وفاة الرسول ولا في عهد الخلفاء الراشدين لغاية اللحظة. لم تتكرر هذه الواقعة. لما بدأوا بقى عملوا قانون الخلع واستشهدوا بالواقعة دي، مئات بل آلاف البيوت المصرية والعربية كلها اتدمرت. الأسرة كلها اتدمرت. العيال بقت في حتة وأبوهم وأمهم في حتة، والجو النفسي والعمل النفسي وكل ما يترتب عليه من آثار سلبية منذ أن فعل هذا القانون. ومش عارف ليه هم استشهدوا بالواقعة دي بس. وطيب أنا بقول بقى إيه، في بنات لما بتيجي تتجوز، في حد بيقعد يوسوس لها في ودانها يقول لها: ايه يا ستي، ده راجل كبير، اتجوزيه بس خدوا فلوسه، وبعد كده لو ما عجبكيش ارفع عليها يد ادخلها. في ناس بتخش الجواز بالطريقه دي، او في ناس بتفكر بالجواز بالطريقه دي، ما بتفكرش فيه من ناحيه ان هو استقرار وتكوين اسره وتفيد المجتمع وتفيد اهلها يعني. وده طبعا قمة يعني الوضاعة اللي احنا وصلنا، لما يكون واحدة داخلة تفكر في الجواز بالطريقة دي، اللي انا اضحك على الراجل واقعد معاه شوية، لو ما عجبنيش اخلعه واخد منه اللي وراه واللي قدامه. طب ما كنتش اتجوزت من الاول. طب ما هو ربنا قال في الزواج: الطلاق مرتين في امساك بمعروف او تسريح باحسان. يعني اللي بتطلب الطلاق بتطلب لأسباب قوية، آه، مش أسباب تافهة. زي تسمع واحدة تقول لك: أنا مش عارف جوزي بيشخر، جوزي مش عارف إيه، جوزي إيه، جوزي إيه. يا ست الله يهديكي، يا ست الله يهديكي، ده العيال هي اللي بتتدمر في الموضوع ده. يعني إيه جوزك بيشخر عشان تطلبي منه الخلع ولا تطلبي منه الطلاق بسبب حاجة تافهة زي دي؟ إيه يا جدعان اللي إحنا وصلنا له ده؟ إيه التفكير ده؟ وان انت تاخدي كل اللي وراه واللي قدامه وتخلعيه، والقانون كله بقى في صف الست، ولا مراعاة للراجل في اي حاجة. كل القانون في الست، حتى في قانون رؤية الاطفال. يعني الراجل متدمر من على اليمين وعلى الشمال، وده ما يرضيش ربنا، لان ربنا ما قالش كده. وتبهدلوا بعض في المحاكم وتبصوا لبعض في المحاكم. يا ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني افتكروا حاجة حلوة عشتوها مع بعض، لقمة حلوة اتجمعتوا فيها، لحظات حلوة جميلة اتجمعتوا فيها. بلاش قلة أدب، يعني نسيب بعض من معروف، نكمل من معروف. حتى كمان مفيش داعي لموضوع الخلع، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى لو كان ربنا مشرع الخلع كان ذكره في القرآن، لكن هم ما ذكروش. قال لك: الطلاق مرتين في إمساك بمعروف أو تسريح. هو أبغض الحلال عند الله الطلاق. ليه؟ مراعاة للأسرة والمجتمع. يعني في واقعة كده بتسمع إن إبليس بيبعت يجيب الشياطين ولاد وكده: أنت عملت إيه؟ يقول له: أنا خليت واحد سرق.
انت عملت هنا خليت واحد قتل، انت عملت هنا خليت واحد شهاده زور، انت عملت هنا خليت واحد يشرب خمر، عملت هنا خليت واحد زنا، انت عملت ايه؟ انا فرقت بين راجل ومراته. يقول له يا سلام، تعالى اقعد انت جنبي. ليه؟ قال له هو ده احسنكم. ليه؟ من حرمانية الأسرة ودمار الأسرة وقدسية الأسرة، يعني عمل شنيع. أبغض الحلال عند ربنا، بس ربنا يعني قال لك لو استحالت العيش خلاص. وبرضه قال للراجل ولا تمسكوهن ضررا لتعتدوا، يعني انت ما تقعدش برضه واحدة غصب عنك، لأن ربنا بيقول لك ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني انت اللي هتظلم نفسك لما تقعد واحدة معاك هي مش طايقاك، لما تتأكد فعلا ان هي مش عايزاك، وتتفاهموا مع بعض وكل واحد يروح لحاله وبأدب وباحترام، ونراعي ان في عيال بينا. ليه الراجل لما بيعرف ان مراته اتطلقت بيرمي العيال وبيرمي كل حاجة ويقول لك يا انتوا كلكم يا بلاش كلكم؟ ما ينفعش، دول عيالك وربنا امرك اللي انت تنفق عليهم. ما فيش حد كده بيبيع عياله ويرميهم كده الا اللي يكون هو ابن حرام، يعني معلش بيرمي عياله حتى لو استحالت العشرة ما بينك وبين مراتك. ود عيالك ورعاهم واصرف عليهم وانفق عليهم مما اعطاك الله، لكن ما ترميهمش. يا ريت نفكر تاني في موضوع الخلع، وكل واحدة عايزة تفكر في موضوع الخلع، تتفاهم مع جوزها في الحاجات اللي بيضايقها، وانت اسمع مراتك. اسمعوا بعض يا جماعة، اسمعوا بعض، لان العيال في الاول وفي الاخر هي اللي بتدفع الثمن. نيجي للنقطة التانية بقى اللي معظم العلمانيين شغالين عليها دلوقتي، ان هم عمالين ينخوروا في السوس وعايزين يهدوا كل تعاليم الدين، اللي هو موضوع المساكنة. يعني ايه اتنين يعيشوا مع بعض كده من غير جواز، يجربوا بعض لما يفوقوش خلاص؟ ايه الرخص؟ ايه الرخص اللي وصلنا له ده؟ ايه الرخص اللي وصلنا له ده؟ وازاي واحدة هتقبل على نفسها كده؟ وبعدين يستشهدوا بقى ايه باقوال، يقول لك ابو حنيفه قال ايه؟ ابو حنيفه قال ايه؟ انتوا فاهمين غلط يا جماعه. انتوا بتستشهدوا ان هو ابو حنيفه قال في موضوع الاستئجار. يعني انا دلوقتي لو اتفقت مع واحده واديت لها مثلا 100 جنيه وقلت لها تعالى اقعدي معايا، انا كده بأجر. ده قال لك عقوبته مش حد الزنا بالجلد والكلام ده كله، لا هي تاخد اخف عقوبه. هم بقى مسكوا في النقطه دي. انما في فرق ما بين الاستئجار وفي لما انت تقعدي معايا بمزاجك وبراحتك وبهواكي وبشوقك. ده ما بيبقوش بقى ما بيبقاش اسمه استئجار، ده بيبقى اسمه زنا واضح. زنا واضح وفجر واضح وعهر فاضح واضح. ده غير ده. ابو حنيفه ما شرعش الزنا، هو اتكلم عن موضوع الاستئجار وقال لك ما يرسيش عليها لحد الرجم، يعني تاخد عقوبة مخففة، لان ده باتفاق وفيه فلوس مدفوعة. انما انت بتقول موضوع المساكنة ده انت قاعدة معايا بمزاجك وبراحتك وبهواكي، فده يبقى هو ده الزنا الواضح، وهو ده اللي هم عمالين عايزين يبوظوا المجتمع بيه ويخلوا بناتنا ما بقاش فيه، ما يبصوش بقى على موضوع الجواز، مره بالخلع ودي مره بالمساكنه. وايه ايه اللي انتوا عمالين، الناس اللي هي بتتكلم في المواضيع دي في الاعلام المفروض ان هي والله العظيم تحاكم. والله العظيم المفروض كل من هو بيتكلم على موضوع المساكنه ده المفروض ان هو يتحاكم لفساد المجتمع، بتهمه فساد المجتمع او افساد المجتمع. اللي بيتكلم في موضوع المساكنة ده وعايز يحلله ويشرعه المفروض ان هو يتقدم للمحاكمة بتهمة افساد المجتمع المصري. حرام عليكم، ارحمونا ارحمونا، كفاية بقى، كفاية قلة ادب ومهانة، كفاية بقى، كفاية اللي انتوا بتعملوه ده.